في عندنا مشكلة نفسية مع الأهلي. إحنا جمهور اقسم واعي بالله العظيم انا والله. بحلف بالله آه، لو جمهور الزمالك كان شتم اللعيبه اقسم بالله كنا هنخسر الدوري. انا بقسم بالله. محمد صبري الف رحمه ونور عليه طبعا ربنا الاسطوره. يرحمه، ربنا يرحمه. بعد وفاته انا حاسس ان جمهور الزمالك اتلم اكتر. السبب الاساسي لفوز إمم. الزمالك بالدوري بعد الجمهور طبعا كده الجمهور في حته تانية اخوان وعدي. فالنادي بيبيع من لعيبته عشان اصرف على بيت اللعيبه وفي الاخر تقول لي الدوري ده مش ده دوري اسطوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في بودكاست تاك توكس. النهارده حلقة مميزة جدًا، وبما إنكم يعني هتشوفوا الcover picture برّه واسم الضيف، فأنا كان نفسي أقدّمه بقى ويبقى فيه logos ودنيا وكده. بس أنا هاقول حاجة، إن الضيف اللي معايا هو ضيف مميز جدًا، موهوب جدًا، وأنا عندي نظرية كده إن الناس الموهوبة هي اللي بتطوّل في أمر الأرض. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تشوف مثلًا مصطفى تمام، أحمد تمام، الدنيا تمام، وفي واحد تاني ممكن يبقى بيفكّر بشكل مختلف، بيشوف كل حاجة بشكل مختلف. يعني مثلًا يصحى يلاقي الدنيا حَر، يقول لك الوضع ده مش عاجبني، ما تيجي نوظّف الفريون بطريقةٍ ما ونعمل تكييف. مع حد تاني ممكن تلاقيه الزاوية اليمين وهو بيلعب كورة مزنوقة عليه، فيشوطها بشماله، يركنها في البعيدة. وحد تالت زي اللي معايا، لو عايز تحليل يبقى يوسف إسماعيل. كلام كبير قوي يا مصطفى بصراحه وانا مبسوط جدا ان انا معاك. إمم. وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه على الناس وتبقى حلوه ان شاء الله. أنت منوّر، أنت مش ضيف طبعًا، أنت اشكرك. صاحب مكان. ده ربنا يخليك. كان نفسي معتمد جمال يشوف الماتش بتاع بتاع نهائي الكونفدرالية، النقط اللي أنت اه بصّيت عليها. مش كان مهم. مهم الدوري. الحمد لله. في طقس كده إحنا بنعمله، إن الضيف بيقدّم نَفْسه ماشي. بالطريقة اللي هو شايفها. يعني شوف أنت عايز تتكلّم عن نَفْسك إزاي، تقدّم نَفْسك إزاي، حتى لو اللي أنت بتعمله طول الوقت أنت شايفه عادي، وأنا هاقدّم نَفْسي إن أنا من 10 دقايق باعمل كذا، كذا، كذا. فاهم الفكرة؟ بُص، هو أنا طبعًا أنا إمم. اسمي يوسف إسماعيل طبعًا عشان يمكن الناس ما تبقاش عارفاني. أنا باحب التحليل جدًا، يعني لو هاقول جملة عني مُحلِّل بس ده أنا عايز محلل رياضي، بس. ده اللي أنت كاتبه. ممكن أعمل حاجات تانية، أقول مثلًا حكاية، أحكي حكاية، إمم. أعمل حاجة كوميدي مثلًا خفيف، بس أنا الأساس التحليل، يعني أنا تمام. باسعى فيه وعايز أتطوّر في التحليل فقط. والله بُص، هي حاجة حلوة جدًا، بس إمم. هي الفكرة إن أنا يعني أنت اتعلّمت إزاي، يعني إزاي بدأت، يعني جِبت إزاي وجهة النظر دي؟ لإن أنت من فرجتي عليك، أنا باتفرّج عليك من زمان، وطلبت منّك تحلّل لي ماتش معيّن. مازيمبي. لأ، أورلاندو. أورلاندو صح، أورلاندو أورلاندو. ومستنيه لحد دلوقتي، أنا بقى لي من سنتين عينيا ومستنيه. الاتنين. أنا بالاحظ إنّك بتشوف حاجات مختلفة، يعني بتبُص على الحاجات بطريقة مختلفة، دي موهبة والّا دي حاجة وأنت ممكن تتعلّمها؟ هو التحليل في جزء موهبة وجزء علم طبعًا، أنا للأسف مش دارس وده غلط. تمام. بس من فرجتي على ماتشات كتير وناس كتير بره وجوه وناس تقيلة مش ناس، يعني في ناس طبعا تعبانة بتهبط. تمام. الناس الجامدة هي اللي بتخليك تتطور. كويس. بس برضه أنا مش دارس فده غلط، يعني ده غلط مني وتقصير مني، المفروض أبقى دارس. بس في مصر مفيش العلم ده قوي. تمام. يعني مثلا بره في كليات اهم. للتحليل. في تمام. اسبانيا مثلا في كلية للتحليل. اعتقد في امريكا يعني التحليل ده علم بره وبتاخد منه شهادة. هنا في تمام. مصر مفيش. فاهم قصدي؟ بيقولوا بدائيات. إمم. هي الحاجات البدائيه اللي هو الدفاع الهجوم، مش الحاجات اللي الناس كلها عارفاها اصلا. لكن الكره اعمق. أعمق من كده. طبعا. اهم. لان خد بالك هو ناس كتير قوي مثلا اي تجربه فاشله الناس تقعد تلوم المدرب بس. كويس. لازم تبقى فاهم الاول الكوره مش مدرب بس، مدرب ولاعيبه. تمام. الاساس إمم. اللعيبه مش المدرب، خد الأساس بالك. اللعيبة. الاساس ليه؟ إمم. دلوقتي مثلا انا معايا لعيب. تعال نقول مثلا مثال خوان بزيرة في الزمالك مثلا. حلو جدًا. ماشي. حلو جدًا. راجل هنتكلم عنه مثلا إمم. بعد شويه، بس خوان بزيرة بيرقص حلو قوي. هل ده انا مثلا مدرب اعتماد جمال هل هو بيقول له يرقص؟ لأ. لا، دي موهبه عنده هو بقى بيستغل ده. المفروض بقى اي مدرب يعمل ايه؟ يستغل قدرات اللعيبه وموهبتهم في التكتيك والافكار. فاهم بالضبط. قصدي؟ لكن يعني لو اللعيب ما عندوش موهبه وما عندوش حاجه مش هيعرف. ساسي، هل ساسي مثلا المدرب بيقول له تاخد الكرة هتعملها بوش رجلك؟ ما بيقولوش ما كده. فيش الكلام بس هو ده. بيحطه في نمط ومنظومه كامله تخليه يعرف يبدع في ده. فاي لاعب في الدنيا إمم. محتاج ان هو يبقى عنده منظومه تساعده وتخليه يتطور. جميل. لكن لازم يبقى اللاعب عنده حاجه. لو ما عنده حاجة. عندوش صعب يتطور، وصعب مهما انت بقى كمدرب حطيت تكتيك وافكار وقعدت معاه مستحيل. حلو. طب أنا بالاحظ إن دايمًا الشخص اللي بيعمل محتوى عمومًا، سواء مم. بقى في الكورة، سواء محتوى كوميدي أيًا كان، في لحظة كده بيبقى يعني قاعد مع نفسه فيها، شاف مثلًا حد قال لك أنا عايز أبقى زيه، حتة إيه الموضوع ده بيجيب فلوس أنا دايس. بس دايمًا قرار صناعة المحتوى بيبقى نابع من جواك أصلًا. اه أنت إمتى بقى قُلت أنا الموضوع ده حلو أنا عايز أعمله؟
وليه؟ لما خلصت ثالثه ثانوي كويس. دايما الفتره دي بعدها بتبقى انسان تايه شويه. انا بادئ بقالي سنين على فكره، بس انا كنت عايز اعمل ده، عايز اعمل محتوى وكوره، مش محتوى في العموم. يعني في ناس دايما بتبتدي الاول بحاجات مختلفه، عارف انت، حاجات كوميدي، حاجات مش عارف ايه، تصوير، هزار، ضحك. يعني انا كنت عايز ابتدي كوره. حلو. طبعا ما كنتش زي دلوقتي، اكيد اتطورت في حاجات كتير جدا، طبعا طبعا. بس ده اللي كان في دماغي من الاول. ليه؟ عشان انا بحب الكوره وكنت عايز اتكلم عن الزمالك بس، حلو قوي. واحلل بس. حلو. مش ان انا كمان اطلع مثلا اتكلم، لا، يبقى تحليل بس، عشان يعني اتحط في الاطار ده، ما يبقاش انت اطار ان شفت انا بطلع. مثلا فيديو مثلا لحد قلت انا عايز اه اعمل كده؟ يعني في حد عارف ما بيسموه الالهام، حد الهمني ان انا اعمل كده؟ الالهام اه، اكيد فيديوهات عفيفي طبعا. ده الهمنا كلنا، ده طبعا هو طبعا الهم الناس كلها انها تعمل محتوى طبعا. اللي بقى. عارف ليه؟ لان مم. هو ما لعبش كوره وبيحل. ما هي دي الفكره. مم. في الاول ناس كتير كانت بتنعم الموضوع ده. ليه؟ لان بيقول لك انت ما لعبت، هي مالهاش علاقه تماما اه بان انت لعبت كوره وبين ان انت بتحلل. لان ده علم غير ده اصلا. بالظبط. الكوره ده حاجه، مم. والتحليل ده علم اصلا. تمام. التدريب علم تالت، خد بالك. يعني في ناس دايما بتهزر في الكومنتات، مثلا حد يقول لي انت لازم تدرب الزمالك. التدريب مش تكتيك بس، اه التكتيك ده جزء من التدريب. كويس. التدريب ده لازم تعامل نفسي مع اللعيبه تبقى واثقه فيك، تحبك. في مثلا مدربين كتير، مم. ارن سلوت مثلا مع صلاح، اه ما هو مكره صلاح في عيشته، صح؟ اه طفشه ما شاء الله. وصلاح اتكلم عنه وحش وبتاع. مم. ده هنا تعامل نفسي غلط. مم. مهما بقى هو كمدرب كان فنيا عالي، لو لعيب مش بيحبه مش هيسمع كلامه. بالظبط. فهنا التدريب مش بس تكتيك. حلو. تكتيك لازم يبقى عندك اي مدرب، وفني لازم تبقى عندك حاجه. تفهم. اه لازم تفهم بروفايلات اللعيبه، ايه اللعيبه دي بتعمل ايه ما بتعملش ايه. مم. بس لازم تبقى ذكي في التعامل ونفسيا، تعرف تخلي اللعيب يحبك الاول عشان تقنعه بالتكتيك بتاعك وبالافكار بتاعتك. لكن طب لو مش بيحبك مش هيسمع كلامك اصلا. بص، انا مش زيك في الموضوع التحليل ده، اه يعني على قدي. بس في دايما فكره ايه، انا مثلا لما بشوف حد كبير في السن مثلا، وخصوصا لو ست كبيره مثلا قاعده تتفرج مع ولادها، ماشي. بتقول كلمه غريبه قوي بس هي حلوه. اه ليه هم ما يقفوش كلهم يترصصوا، واحسن واحد يعرف يشوط من بعيد يشوط الكرة دخلها جون؟ ما هو ده تكتيك على فكره. هي تكتيك. اه ان انت ان انت ممكن تخلي حد مثلا، اعتقد كان في مدرب كان مانشينا، اعتقد كان في كاس العالم مش فاكر، او اليورو 2020. يواكيم انا فاكر، لوف لا كان. لا لا، مش كاس العالم، كان مم. اليورو اعتقد كان مانشينا او مدرب. اه كان بيقول للعيبه تشوط من بره، كان متصوره ده المحاضره. تكتيك. اه بس لا، هي الفكره في ان دلوقتي الكره اتطورت، مم. بقت في حاجه اسمها قفل زوايا تمرير، قفل الزوايا اصلا بتاعت التسديد. حلو. يعني مثلا في تكتيك دلوقتي في العالم كله، ان انت اصلا ما تخليش الكره تروح للعيب. مم. مش بس الضغط، يعني في فرق في العالم في حاجه اسمها مثلا ضغط باسيف. مش عايز اشرح الموضوع قوي، لا اشرح يعني. بس لا لا لازم تشرح. لا، انا قصدي يعني ايه، اه ان انت مش بتضغط. مم. مش الضغط دايما الناس بتفتكره ايه، اه اللي هو تنزل وتشيل اللي قدامك. لا، ممكن تقفل زاويه تمرير، بالظبط. تمنع وصول الكره للعيب مثلا. حلو. ففكره بقى ان انا ارص اللعيبه واشوط، يعني الكره بتتطور كل يوم اصلا، اه وكل يوم بتطلع افكار جديده. فطبعا بالظبط. انت كان لازم بقى كمدرب تبقى مواكب العصر، ولازم تبقى فاهم كل ده. الكور الثابته، ارسنال واخد دوري بالكور الثابته. قول لي بقى انت ايه المحرك بتاعك ان انت تشجع الزمالك او تبدا تشجع الزمالك؟ شيكابالا وجمهور الزمالك، دي حاجه غريبه موضوع جمهور الزمالك، مم. لان عاده المفروض انا ابقى من الجمهور. كان أنا اللي عجبني الجمهور قبل ما اشجع. يعني مفيش حد عندي في العيله خالص كان ليه في الكوره، ولا اصلا مش بس الزمالك، في الكوره عموما. تمام. فانا خطفني شيكابالا وهو بيلعب من صدفه على التلفزيون. لقيت طب حاسس ان هو حاله. الماتش فاكره مع... مش يعني؟ فاكر بصراحه اني ماتش، لا صعب افتكر. هو غالبا اللي وقع في حب شيكابالا قوي كان ماتش بتروجيت. اه طبعا طبعا، بس مش فاكر ده هو ولا لا الماتش بصراحه. بس انا مم. فاكر ان شيكابالا شدني قوي، وانا اصلا ما كانش ليا في الكوره. يعني مم. ما فيش حد عندي اصلا في العيله كان ليه في الكوره. فانا بالتالي ما اتشددش اتشددت بقى لشيكابالا بالذات والجمهور. حسيت ان جمهور الزمالك حاله، الوايت نايتس ساعتها في حاله بتحصل في المدرج. في شغف. حبيت اه الموضوع قوي. فاهم قصدي؟ وكمان الاهلي مع كل حاجه، يعني فاهمني، بالظبط. تريكا وكل اللعيبه والفلوس وكل حاجه. مم. فانا بميل اكتر للطرف اللي هو شبه الزمالك كده بقى. اندر دوج. يعني بيبقى عنده مشاكل وبتاع، بس بيحاول وبيحارب، ده افضل بكتير. بس على فكره الزمالك نادي بطولات. اكيد. الزمالك مع اكتر من 80 بطوله. اكيد. عشان بس الناس يعني، الزمالك كل سنه بياخد بطوله على فكره. بالظبط. هات لي سنه ما فيش، كل سنه الزمالك بياخد بطوله. فتره العشريه السوداء اللي هي الفتره بتاعت 2005 وبتاع ال 14 او 13، كانت فتره سوداء فعلا. بس قبل كده وبعد كده الزمالك تقريبا كل سنه بياخد على الاقل بطوله. اخر 10 سنين مؤاخذه شرب. كمل. كمل. ممكن اشرب ميه. اتفضل. مش خليني بس في نقطة خدت بالي منها امم وانت بتتكلم على شيكابالا. 2010 كان الزمالك ما خدش بطولات، ما خدش اي بطولات من 2004. يعني الحالة اللي انت شفتها دي حالة فريق
بقى له 6 سنين ما خدش غير كاس واو. مصر 2008. صح متخيل؟ صح انت اكبر مني وعارف ده اكتر. بالظبط. فتخيل دي حاله ناس المفروض يبقوا متهمدين، ما بالظبط يبقوش عندهم شغف. بالظبط. فان هم بيعملوا كده. وحسيت شويه ان كان حسام حسن ليه دور في عودة الشغف في في عوده الفترة دي. الشغف قوي. ان هو يخلي شيكابالا عنده شغف اكتر. هو كده كان مش هيعمل حاجه في موهبه شيكابالا. كان بالظبط شيكابالا موهوب وجامد مع اي حد، بالظبط بس هو ممكن يكون علّى الشغف شويه عند شيكابالا ممكن. بالظبط. هنتكلم عن حسام حسن بقى على رواقه كده. اه بس انا بحس ان حسام حسن عنده الحته بتاعت ايه اللي هو العب ياض ومش عارف. دايما تلاقيه يعني من عشرتي بلعيبه الكوره مثلا تلاقيه بيبعد عن الكلام بقى الفني المنمق وكده، واللي هو استرجل انت راجل هتوريه. عارف انت الفكره دي؟ ايوه وده بياكل معانا قوي على فكره. ايوه احنا فعلا كده يعني. خلي بالك ده حتى في العالم كله لازم يبقى زي ما قلت لك يبقى في شغل نفسي. لازم توصل للعيب، تبين له الشغف وان هو لازم يحارب ولازم يكسب. بالظبط. لو انت مهمده مش هيعمل حاجه، مش هيجيب معاك. لو انت مدرب هادي وبتاع ومهمده خالص عمره ما هينزل يكسر الدنيا. تخيل إلا لو لعيبة ايمن جامدة. يونس بيدرب الزمالك. بس خلي بالك طب ما معتمد جمال هادي قوي يعني. كنت آه. معتمد لسه هنتكلم عنه، بس مم. طبعا مش شرط ان هو لازم يبقى عصبي قصدي، بس آه. لازم ينقل الحماس للعيبه قصدي في اوضه اللبس بالذات. هو معتمد جمال بيمشي الدنيا. اه اللي هو الجدعان اللي عنده حاجه حلوه يعملها. اه يا مولانا يعني تولانا. نتكلم في دي برضه بالظبط. بالتفصيل شويه. طب تخلينا ناخد الجانب التاني بقى اللي هو ضد الفكره بتاعتك. ماشي. شيكابالا. كل الناس بتقول ان هو عمل موسم واحد كويس اللي هو اللي انت بتحكي عنه ده. حلو. شيكابالا كارقام مثلا واحد فضل في الملاعب حاجه و20 سنه. عدد البطولات يعني هو كويس للعيب يعني بغير شيكابالا. فاهم الفكره؟ فاهمك. فانت شخص عندك موهبه جامده قوي. قضيت نص عمرك بتتوقف بتخش في مشاكل مع الجمهور المنافس بتاعك. بتروح الاسماعيلي بتقول لك انا نفسي انهي حياتي في الاسماعيلي. انا عندي فكره ان شيكابالا مش شخصيه نجم اصلا. يعني هو يمكن كان كده عشان هو مش كاركتر النجم، او ان انا عارف انا فيه. هو مش حاسس باللي هو فيه يمكن او حاجه. طب اقول طبعا اتفضل. اولا شيكابالا لعيب ممتع جدا يعني. طبعا. وبعدين لو هنتكلم على الارقام هو اكتر لاعب في تاريخ الزمالك خد بطولات. حلو. فدي حاجه حلوه. تمام. اكيد اكتر لاعب في تاريخ الزمالك خد بطولات هو شيكابالا. كويس. طبعا هو بطولات بتبقى حاجه جماعيه، بتبقى حاجه فرديه، بس الناس اللي بتقيس بموضوع البطولات شيكابالا اكتر لاعب خد بطولات. تمام. ارقام بقى فرديه مش اعلى لعيب في الزمالك اكيد. ارقام فرديه على مستوى الاهداف والاسيستات وكده. تمام. بس هو اعلى لعيب خد بطولات. تمام. دي حاجه مهمه جدا. حوار بقى عشان عايز اتكلم في ده، نفسي اتكلم فيه بصراحه. يلا يا باشا. موضوع انه شيكابالا كان العقليه ويطلع بره والكلام ده. اولا شيكابالا نجم يعني. شيكابالا اسطوره في تاريخ الزمالك يعني. شيكابالا نجم النجوم. تمام. ما كان ممكن يطلع بره وبتاع. وكان طب اقول لك في عمر الشريف طبعا العالمي مصر الاسطوره يعني. كان مره اتسال كان بيقول ان عادل امام اهم مني. تمام. قال كده نصا. لان هو مشهور اكتر، مشهور ومحبوب في بلده اكتر. قال كده نصا. انا اللي يفرق معايا لو واحد في الصين او الهند عرفني. بالظبط. مش تفرق معايا حاجه بالظبط خالص. هو اكيد مش هيروح الصين كل يوم او الهند كل يوم. لكن انت لما تبقى شعبيتك عاليه قوي في بلدك تفرق جدا. على فكره شيكابالا ليه شعبيه مرعبه. هو اكتر لاعب في تاريخ الزمالك ليه شعبيه في المدرج وفي الشارع وفي حب الناس ليه. دي لوحدها بفلوس. بالظبط. ففكره احتراف طبعا هو موهبته كانت تخليه يحترف، اللي هو يكمل ويحترف وبتاع. بس ظروف، هي الحياه فيها ظروف. انت يعني ما علقتش على ان هو عمل موسم واحد عظيم بس. حلو. اولا شيكابالا كنت اللي بيحصل فجاه يسافر، وبعدها تقريبا حسن شحاته جه الزمالك. حصل مشاكل بين حسن شحاته وشيكابالا فاضطر يسافر. اعتقد الوصل الاماراتي. بالظبط. طيب ما كل دي حوارات بتحصل. هو بقى ظروف. هو ما كانش هو ممكن شيكابالا عصبي شويه مثلا، بس دي حاجات هي انا شايف ان الظروف فقط هي اللي اثرت. ما انا بقول لك هو مش كاركتر نجم، هو كاركتره جوه نفسه. هو مش حاسس ان هو نجم. هو عشان هو التراس قوي. هو وايت نايتس. تحسه مش تحسه هو من جوه المدرج. بالظبط. ده الفرق. في ناس بتعيش ان هو انا نجم وبتاع بس بعيد عن الناس قوي وبعيد. في ناس كده ودي مش غلط. بالزبط. لا هو عايش في المدرج ومن زمان هو عايش في المدرج. وموضوع مثلا ان هو المشكله اللي بينه وبين جمهور الاهلي. جمهور الاهلي شتمه كتير رد. في ناس ما بتردش. عماد متى في ناس ما بتردش بس هو الكاركتر بتاعه بيرد. وانا مثلا انا لو اتشتمت، لو انا مثلا لعيب واتشتمت انا عن نفسي هرد. انا عن نفسي هعمل اللي كان بيعمله فعلا. هي شخصيات. هو شخصيته بيحب ياخد رد فعل. كويس. ممكن الناس بقى تقول غلط، ممكن الناس تقول صح. هو غلط. بس هو رد. لا هو رد فعل.
مم. مش فعل. خد بالك يعني هو مثلا ما راحش فجاه شتم جمهور الاهلي ورفع الجزمه لجمهور الاهلي، ده مش لو عملها من نفسه يبقى غلط، بس لا هو اتشتم كتير كتير قوي في المدرج، فكان ده رد مم. فعلي. بس 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 انا برضه ارد على النقطه دي، عشان قول. انت في مثلا كام الف بيشتموك؟ 80,000 مثلا، 40,000. مثلا انت عارف اساميهم؟ لا عارف شكلهم؟ لا بس الكاميرا بقى وانت جايباك بتشتمهم او بتعمل حركات اللي بيقولوا عليها حركات خادشه للحقيقه اللي انت بتعملها لهم، انت معروف، انت ده هو اللي عمل. فاهم. شكله معروف، ومعروف هو فين، ومعروف هو بيعمل ايه، ومعروف عمل كده امتى. حلو. لان الوعي الجمعي، يعني انا ممكن انت وانا او اي حد فينا ممكن يشتم حد في وسط مجموعه، سهله اه صح صح، مش هتتجاب او مش هيتعمل عليك فوكس. سهله سهله. هم لقيتهم بيشتموا شتمت معاهم. ايوه صح. بس قرار ان انت شخص واحد قصاد عدد كبير، وانت اللي شخص الطرف المعروف والطرف المشهور، تاخد رد الفعل ده، انت الوحيد الخسران. بس هو رد فعل مش فعل. انت الوحيد الخسران برضه، ستيل انت الوحيد الخسران. انا وجهة نظري طالما رد فعل خلاص، يعني طالما مم. انت ما بداتش الاساءه خلاص. انا مم. مثلا اتشتمت خلاص، اه هتقول لي في غيره بيعديها، ما هي شخصيات. في ناس بالظبط بتعديها، في ناس بتكبر دماغها، وفي ناس لا. بالظبط. يعني مثلا زيزو كان قال من فتره، طلع في انترفيو مم. كان قال انا بسمع شتيمه جمهور الزمالك وبحطها في ودني. دي دي غريبه قوي بصراحه يعني. الموضوع ده كان جامد قوي. غريب قوي يعني. مم. فاهمني؟ بس هو شخصيته كده عادي. مم. هو حر طبعا في حياته، وحر يعمل اللي هو عايزه. هو مختلف عن شيكابالا مثلا، اكيد مش هيعمل، مستحيل هيحط يسمع جمهور، لا ده هو كان بيرد بالظبط عادي. زيزو اهدى ممكن من شيكابالا مثلا، عادي. بالظبط. هي شخصيات. زيزو اهدى، فعشان كده اه كان ما بيتاثرش بالشتيمه. مم. شيكابالا عارف، هو زي ما قلت لك هو من المدرج، هو كانه مشجع للزمالك اتشتم، مش بس مجرد لعيب كوره. هو حاطط نفسه في الخانه دي. انا بالنسبه لي دي حاجه حلوه مختلفه، لان دي حاجه انا بالنسبه لي حاجه حلوه. انت لا مش عارف قصدي حاجه حلوه انه ياخد رد لا لا، الفعل، حاجه انت حلوه انه يبقى عارف من المدرج. انت عارف ان لو شيكابالا كان عنده عليه حازم امام كان هيبقى فين؟ اه ما هو حازم طبعا. انا كابتن حازم يعني اهدى طبعا بكتير انا حبيت الزمالك بسبب حازم امام. اه ناس كتير قوي اه سمعتها بتقول الموضوع ده. حازم امام كان هو تحسه هو هادي، شكله هادي اه وشكله كيوت كده، صح. مش شكله يعني ضخم شكله او حاجه. نجم سينمائي مثلا، مش لعيب بالظبط. كوره يعني. اه فاهمني شكله. وكان مرعب. اه طبعا بتفرج له على حاجات رعب يعني. لا يعني فكرة ان هو من غير ما يحس كده ومن غير ما يكون واعي بياخد يمين في شمال في كذا يعني كان المدافعين بيبدلوا عليه عشان منظرهم، يعني عشان ما يشيلوش هم الليلة، فاهم؟ عشان مبقاش شكلهم وحش. كان احمد بلال بيحكي ان طارق سليم نزل الملعب في اوضه اللبس بتاعه الاهلي بيقول لهم يا جماعه حازم امام ايه اللي بيعمله ده؟ يا نهار ابيض. هو ده بيرقص كل الناس، يعني اعملوا اه حاجه، فاهم؟ بيفرشهم كلهم. لا لا لا، كان فظيع. فتخيل لو كان شيكابالا بعقليه حازم امام. انت قصدك كاحتراف وككده كان ممكن يبقى افضل، بس برضو انا بالنسبه لي شيكابالا نجم في الزمالك، ودي حاجه مهمه. انت بتتكلم على الحاله، اسطوره. على الحاله، هو حاله اسطوره. حاله مش ودي هتتكرر. دي مش، والله العظيم ما تقدرش بفلوس حتى. مش مم. كل حاجه فلوس او كل حاجه احتراف بس. بالظبط. نجم. مم. ولغايه دلوقتي هو نجم. طبعا صح ولا لأ؟ نجم النجوم طبعا كمان. طبعا. لو عمل اي حاجه دلوقتي، لو مثلا الاداره ممكن تستغله في حاجه، مش تستغله يعني، قصدي يتعاونوا معاه في حاجه، حتى لو تيشيرت على اسمه ممضي عليه مثلا اي حاجه. الاداره بتستغلنا احنا. اه فعلا هم مركزين معانا احنا، بس عايزين اه بقى لسه هندردش عليهم دول. تمام. بس شيكابالا نجم مم. ومحبوب، فدي حاجه نادره. بالظبط. فاهم قصدي ايه؟ دي حاجه حلوه قوي، اي حد اصلا نفسه يبقى كده، خد بالك. يتحب بالطريقه دي. ايوه يبقى مم. ليه شعبيه مرعبه طبعا. بالظبط. بس هو دلوقتي خلي بالك شيكابالا بقى هادي جدا، حتى في اي لقاء بيطلع فيه ما بيتكلمش خالص على الجمهور، ما بيتكلمش على حاجه عادي، خرج بقى، وده حلو. خرج نفسه بقى من القصص بس دي. خلاص الجمهور اللي ما بقاش بيبطل يعمل معاه حاجه، فخلاص الموضوع خلاص من الناحيتين بقى اهدى. اي حد بساله بيجي بساله السؤال ده. اوكي. ماشي، ايه هو السؤال؟ السؤال بيقول: من هو مخترع الاطارات المنفوخه؟ الكاوتش. كلنا بنركب بعربيات فيها كاوتش. طبعا. هديك 3 اختيارات لانه سؤال صعب. هل هو ايمانويل كاوتش، ولا جورج دانلوب، ولا ديفيد منفوخ؟ هو اكيد يا كاوتش يا منفوخ. لا قول اللي انت قول اللي انت هو عايزه. منفوخ اكيد. هو الاثنين مم. اطار على طول. انا لو سالتك هتقول ايه علي؟ لو سالتك هتقول ايه؟ انا كاوتش. منفوخ. اجابه غلط. مش منفوخ. مش منفوخ، لا. امال مين؟ ولا كاوتش. جورج دانلوب. لا والله. هو كده بيوقع الناس في بعض. يا نهار ابيض. تحيه. الاجابه هتبقى تقليديه. تحيه للايكون مدحت شلبي، راعي الترفيه الرياضي في مصر. يعني انا مثبت السؤال ده كذا بودكاست يعني. نخش بقى في حته حلوه. ماشي. هي ما كانتش حلوه،
عارف مش كل خير، يعني اي خير بيجي لك ممكن يبقى بدايته شر، فاهم؟ انت مش عارف الخطه الالهيه ازاي هتمشي ازاي؟ بالظبط. لما سالوا شيكابالا في فوز الدوري السنه دي، قال لك هل هو تخطيط من الاداره؟ فرد حلو قوي، قال لهم ليه الاداره قالت احنا هنجيب اللي اسمه ايه اللي كان فيريرا، مين قصدك؟ المدرب يانيك فيريرا. يانيك فيريرا، ونمشيه ونجيب احمد عبد الرؤوف ونمشيه ونجيب معتمد معتمد جمال اللي هو وهكذا. اللي يكسب. هي دي خطه؟ لا طبعا. دي مش خطه. لا طبعا. فما فيش اي دور للاداره ايه انا بالنسبه لي انا في حته الدوري. ما كانش في اي دور للاداره طبعا. مم. مين اللي يقول ان ليهم دور؟ في ناس بتسوق ان ما الاداره هو بص، او اسهل حاجه في الدنيا انت تقول الكلام. احنا خدنا دوري هو محسوب لهم على فكره، محسوب. الكابتن حسين لبيب ومجلسه خدوا دوري خدوا محسوب. 2 دوري. لا انا بتكلم على الفتره اللي هي الفتره اللي بالظبط. يعتبر صعبه في الزمالك. خد طبعا محسوب بالظبط. لهم. مم. ولو كان شحاته جاب ضربه الجزاء كنت خدت كونفدراليه، كنت خدت بطولتين في موسم كارثي. بالظبط. بس ما كانش يحسب لهم اي حاجه. الموضوع كان فيه توفيق كبير طبعا عشان جمهور الزمالك، ودي الحقيقه. مم. وده على فكره في لعيبه كتير قوي قالت الموضوع ده. مم. لعيبه في انبي كان ظالم من فتره، لعيب في انبي قال ان جمهور الزمالك شرس جدا، رغم ان احنا ما كسبناش انبي بس كان مأثر عليهم. احمد الشناوي كان من يومين طالع في التلفزيون بيقول كده نصا جمهور الزمالك بيحرك الصخر. ده واحد في بيراميدز وده في انبي، واللي في انبي ده اصلا رايح الاهلي. هو أيوة. مش محتاج حاجه من جمهور الزمالك ولا ده ولا ده. دي كويس. الحقيقه. لو جمهور الزمالك ما كانش راح الاستاد بالشغف ده الفتره، كنت انا بقول لك ما كنتش هتاخد حاجه اصلا. بس نتكلم بقى بصراحه، السبب الاساسي لفوز الزمالك بالدوري بعد الجمهور طبعا كده الجمهور في حته تانية، خوان وعدي. خوان بزيرة وعدي الدباغ. الاثنين دول فارقين جدا جدا مع الزمالك، لعيبه ذكيه جدا، سوبر. الاثنين طبعا فرقوا جدا مع الزمالك. انا شفتك في فيديو كنت بتقول لو شلت عدي الدباغ وبزيرة من الزمالك احنا خلاص هنلبس اسود. مستحيل تاخد، حتى لو مستحيل تاخد دوري. وهو خباك هو دوري اعجازي بجد، مش كلام. ليه؟ مفيش فلوس، مفيش حاجه اصلا. انت بعت بقى ابسط رد اهو، عشان في ناس كتير ما بتقولش الكلام ده. انت بعت دونجا وناصر ماهر عشان تصرف على الفرقه، بالظبط. صح ولا لا؟ انت صح. كانك لو قلنا اللعيبه دي كانها عيال في النادي، اطفال النادي مثلا او ابناء النادي. تابعت 2 من عيالك تمام. عشان تصرف على الباقي، واثنين اساسيين. او نص ملعب الزمالك كان مين؟ دونجا 6، عبد الله ريجيستا جنبه، وقدام ماهر 10، صح؟ تابعت 2 اساسيين من نص الملعب، دونجا وماهر، وبعتوه ومنهم لاعب للفريق المنافس ليك. بس القدر بقى، ما هنا الحاجه الغريبه في الحياه، القدر بقى ان ماهر اللي انت بعته البيراميدز يجيب جون تاني في سموحه فيودي الاهلي كونفدراليه. سبحان الله. ما دي بقى حاجه دي الخطه بقى. دي ده دي تخطيط الخطه مجلس الالهيه الاداره. طبعا. يعني اكيد الزمالك مش قاصد يودي ماهر عشان يجيب جون في لا، انت بعت عشان انت مفيش فلوس. بالظبط. فالنادي بيبيع من لعيبته عشان اصرف على بيت اللعيبه، وفي الاخر تقول الدوري ده مش ده دوري اسطوري. وهو اصلا المنطق ان الزمالك، عشان كده هو منطقيا الزمالك مش هينفع ياخد دوري اصلا منطقيا، بس احنا خدناه عشان كده هو دوري اعجازي. فاكر فاهم ماتش قصدي؟ سيراميكا اول ماتش خالص اللي هو شحاته جاب فيه جون من نص الملعب ده؟ اللي كسبنا 2-0. انا اتفرجت على 2 بعد الماتش ده. اتفرجت عليك، اتفرجت على احمد عبد القوي. كان طالع مع البنا في لايف، هما الاثنين طالعين مع بعض يعني. كان انطباعاتكم يعني ان الزمالك ممكن ياخد الدوري؟ انا على فكره والله مش قصدي حاجه، بس انا حتى فتره احمد عبد الرؤوف كاس عاصمه مصر انا كنت بعمل فيديوهات. بالظبط. كانت ناس كتير قوي الفتره دي كانت بتقول لي يا عم خلاص اركن بقى، يعني مثلا شوف حاجه تانية، برشلونه، الريال بتاع. بس انا كنت حاسس في حاجه، مش عارف ليه، وكنت بقول ده على فكره. حتى ناس كانت بتسالني كنت بقول ان حاسس ان في حاجه، ما اعرفش الاحساس جالي منين، وده اللي انا كنت بعمل وبقول ده. ناس كتير معتمد، حتى انا نفسي ما كنت معترض على كابتن معتمد ان هو جاي، بس قلت خلاص في امل حتى لو 1% امسك فيه. بالظبط. هي الحياه كده، لو انت مش هتمسك في 1% انسى بقى خلاص. حتى لو 1% امل، بس انا الزمالك برضو يعني. حتى لو انا بس اقول لك على حاجه برضو. اتفضل. محمد صبري الف رحمه الله عليه طبعا، ربنا يرحمه ربنا يرحمه. بعد وفاته انا حاسس ان الجمهور الزمالك اتلم اكتر. ما اعرفش، انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، حاسس ان الناس بقى رجع لها الشغف. انا فاكر الفتره دي كانت الناس قلت الشغف شويه. محمد صبري وهاني شاكر بعدين. لا محمد صبري بالذات الفتره طبعا، هاني شاكر طبعا عشان زملكاوي برضه. انا قصدي محمد صبري في الاول. فاكر ساعتها الجمهور ملل، كان في الاستاد كتير ولبسوا اسود على محمد صبري بالزبط. ورفعوا اسمه. الفتره دي خلى الناس ترجع لها الشغف شويه، حتى الجمهور. فده ساعد الفريق، لان لما الجمهور راح اكتر والشغف اتلم، وكلام بقى محمد صبري في القناه اخر الدوري. كلام لازم تثبت لهم ان انتوا ابطال. كل ده انا حاسس ان ده اتقال للعيبه اكيد، واللعيبه شافته وعرفتهم. في الاخر اللعيبه بتقعد تتفرج على السوشيال ميديا وبيشوفوا كل حاجه بالظبط، بيقعدوا على التلفزيون وعلى الفيس وتيك توك وكله. كويس. فانا شايف ان ده اثر بالنسبه لي بالايجاب على الزمالك.
ان احنا يعني جمهور الزمالك رجع تاني الشغف ليه قوي. ولو لاحظت بعدها جمهور الزمالك كان مالي الاستاد في كل الماتشات لغايه اخر ماتش، في بالظبط. كل الماتشات. طب لك ان تتخيل، هو في يا جماعه فريق خسران 3-0 من الديربي والاهلي كان افضل مننا والزمالك وحش، تاني ماتش ايه معلش، ده في نفس الماتش مم. اللي هو طبيعي ان يحصل غضب. خلاص بقى انت قالب طبيعي. الترابيزه بقى. طب عارف ليه بقى جمهور الزمالك، ناس كتير بتعرف الموضوع ده، ليه جمهور الزمالك او الوايت نايتس بالذات ليه كانوا بيهتفوا للعيبه؟ عشان هم عارفين الحاله. هو عارف ان ده عليه فلوس، ان ده مش عارف ما بياخدش فلوس، ده ناقصه مش عارف ايه، فهو عارف ده، فهو بيعوضه ده بالشغف، بالحب، لو انا معاك. احنا جمهور اقسم واعي بالله قوي. العظيم، انا والله. بحلف بالله لو جمهور الزمالك كان شتم اللعيبه اقسم بالله كنا هنخسر الدوري، انا بقسم بالله ان احنا اللعيبه بقول كانت لك هتنهار. اللي هو ايه يعني، انا بلعب من غير فلوس، ما انت حط نفسك مكانه. انا دلوقتي انا لعيب، هقول انا بلعب من غير فلوس وكمان الجمهور بيشتمني مش هلعب. ايوه ده اللي كان هيحصل. ما انا بقول لك احنا جمهور عندنا وعي فظيع والله بجد. انا تاني شكرا، انا لازم اشكر الوايت نايتس بالذات الجمهور طبعا، اللي هم اللي بيقودوا الجمهور كله. تمام. الوايت نايتس بعد الماتش ندهوا على حسام عبد المجيد اللي هو كان في المباراه دي اسوأ لاعب. حسام عبد المجيد هو افضل مدافع في مصر. تمام. لازم يجدد، عشان بس لازم يجدد، ما فيهاش كلمه، لازم. أكيد. ما فيش، انا اتفرجت على مدافعين كتير قوي ما فيش، والاهلي مثلا ما عندوش مدافعين. بس هو هيجدد لو ما مضاش، لو ما اتباعش. لبره ايوه طبعا، يا ريت لازم ولو القيد مقفول لازم يجدد، ما فيهاش كلمه. بس حسام عبد في الماتش ده كان وحش، بتحصل عادي، كل لعيبه العالم والاساطير بيبقوا وحشين في الماتشات. حلو. بس جمهور الزمالك ما وقفش دعم، وده اهم حاجه. لو كنت في الماتش ده شتمت اللعيبه انسى بقى، انسى. سؤال، احنا ليه عندنا مشكله نفسيه مع الاهلي؟ احنا اخر، حلو السؤال ده يعني احنا اخر 30 40 ماتش. لا احنا من 2005 اهو. والسيزون ده الجيش غلب الاهلي. بص هقول لك على حته حلوه، البيراميدز غلب الاهلي. هقول لك حته حلوه. انت قبل 2005 كنت شفت احصائيه ان تقريبا الديربي ما اعرفش الزمالك كان فرق الماتشات ماتش او ماتشين. تمام. تخيل فوز، يعني الفرق أيوة. الفوز كلام فارغ يعني. قول مثلا الزمالك كسبان 80 الاهلي 82، بدي مثال عشوائي، رقم عشوائي. اوكي. من بعد 2005 الفرق بعد جدا للاهلي. من اول 2005، من اول ما مرتضى منصور جه الفتره دي الفرق بعد قوي بقى الاهلي فعلا بيكسب بسهوله، بالتليفون الاهلي بيكسب. نفسيا طبعا وحاجات كتير، بس نفسيا خد بالك انت الماتش اللي احنا خسرناه من الاهلي 3-0 ده بتاع الدوري اللي هو الاخير، نفسيا مفيش نفسي مفيش كلمه. اللعيبه كلها متوتره. شوف الماتش مفيش لعيب في الزمالك مش متوتر. دي فرقه، والفرقه اللي قبليها والفرقه اللي قبليها، ده اجيال بتورث العقده يعني. ولا احنا عقدونا خلاص ولا نفسي وعدم استقرار برضو خد بالك. عدم الاستقرار والله، انا والله شفت لعيبه كتير جدا ومدربين بره بيقولوا ان الاستقرار الاداري بيأثر على اللعيب في الملعب. دي حقيقه. حلو. احنا للاسف في مصر مش الناس اللي هو ينزل يلعب وخلاص، ينزل يلعب وخلاص، دي بتحصل مره زي الدوري اللي احنا خدناه حصلت مره، هتحصل كل سنه؟ لا، بدليل احنا ما خدناش الدوري قبل في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، صح ولا احنا في 22 ما خدناش الدوري كويس. ليه؟ مشيت معانا وبتاع وجبنا ودلوقتي مشيت الدنيا. لكن مش كل مره هتمشي كده بالحب، لازم يبقى في خطه وفلوس، لازم يبقى في فلوس، لازم الناس تتصرف في فلوس. كرة القدم في العالم كله فلوس بعد كده بقى تدير الفلوس دي. لكن انا دلوقتي اقول لك على مثال حلو قوي. في لعيب مثلا رشحته للزمالك من 3 سنين كان اسمه فوكينج، بيلعب في اورلاندو. كويس. ده انضم لكاس العالم، كان قائمه جنوب افريقيا في كاس العالم. كويس. قوي جدا. هو السنه دي خد افضل لاعب في جنوب افريقيا. كويس. هو يعني انا مكتشف ان هو لسه ما حدش يعرفه اصلا، السنه دي خد كده. تمام. ممكن انا كنت مثلا لو انا اعرف حد في الاداره او في حد مثلا يعرفني او حاجه، كنت ممكن ابعت لهم اللعيب. كويس. الفكره ان هو بكام، هيقول لك هات 3 مليون دولار. انا كده الشغل الاداري عملته صح. اكتشفت لعيب، فلوس بقى اللي هتخلصه. فانا اكتشفت لعيب جامد حلو، خلصوا لي بالفلوس. فلازم الاول يبقى في فلوس. انا دلوقتي انا معايا بادجت، هات لي وينج ب 2 مليون دولار. حلو، معاك 2 مليون دولار، انا بقى ادورك على لعيب. لكن انا معايا 100,000 دولار، هجيب مين؟ اروح اجيب لعيب من الدوري المصري. بالظبط. صح ولا لا؟ فهي الفلوس مهمه. الغريبه بقى ان الاهلي معاه فلوس بس بيغلط في الحاجات دي بقى حاجه غريبه. ماشي، انا هسالك سؤالين هنجاوب عليهم بسرعه جدا، نتكلم بالتفصيل عليهم بقى في الجزء الثاني. ماشي. معتمد جمال يكمل؟ لا. تمام. احسن 5 مدربين اخر 25 سنه في الزمالك مين؟ فيريرا. تمام. جوميز، كابرال. انا بحب جروس جدا. انا كمان، يعني فتره 2019 بالذات. مؤمن سليمان ما يجيش معاك؟ هو طبعا محترم جدا يعني، بس انا بميل اكتر للمدربين الاجانب يعني.
ممكن نقول باتشيكو؟ مثلا باتشيكو كان كويس بس آه. ما نجحش مع الزمالك، كان كويس بصراحه. آه. آه، ممكن نحط واحد مصري. معتمد جمال جاب دوري. ممكن نقول الاخير معتمد جمال. تمام اما انا قلت ما يكملش بس آه. عشان هو جاب دوري صعب بصراحه جدا. بالظبط. هنتكلم بقى في ده بالتفصيل ان شاء الله في شاء الجزء الله. الثاني. باذن الله. استنونا في الجزء الثاني، والسلوجان بقى هو ده الوضع وادي الصوره، والله المستعان.